اذا جايينك ضياف وحرتي واش تحطي لهم للقهوه، حبيت نفكرك بهذا الصابلي تاع لا ميرينغ اللي كنا نديروه زمان. اخدمي منه كميه كبيره وكل ما يجيك ضيف حطي له منه وشوفوا لي كيفاش يجيه هشيش ولا ميرينغ تذوب في الفم. ب 30 حبه نخلط 200 غرام زبده طريه مع لافاني رشه ملح، نحركهم مليح ونزيد 2 صفار بيض مع نص كاس سكر غلاس وربع كاس زيت، نحرك شويه. بعدها نزيد نص كاس نشا مع مغرف صغيره خميره الحلويات ونجمع بالفرينه. الفرينه عينك ميزانك، المهم تتحصلي على العجين طري. العجين ما تعجنيهش، غطيه وخليه يرتاح. لا ميرينغ تاعي فيها 3 بيض مع ضعف الكميه سكر، رشه ملح ولافاني، نحطهم في البيتخا ونضربهم على اقصى درجه وهما يطلعوا. انا نجيب العجين تاعي ونبدا نخدم. نفتح نص العجين بين دو بابي كويسون، نقطعوا على اي شكل تحبوه ونحطوا يطيب على 180 درجه ونرجع لا ميرينغ نتاعي. شوفوا لي كيفاش طلعت. نحطها في لابوش ونبوشيها على نص كميه صابلي اللي بقات لي ونطيبوا على اخفض درجه حراره في الرف العلوي لمده ساعه. هكا الصابلي راهو واجد، ما بقى لي غير نعمر. وخيرت لو فوغاج تاع توبي اللي بذوق لي فخاز، هذا بزاف بنين وفيه لي مورسو تاع لي فخاز، صراحه الذوق تاعو روعه. نحكم شويه نحطو على الصابلي تاعي ونغلق عليه بالطبقه الثانيه تاع الصابلي كيما راكم تشوفوا. نزيد ندهنو على الحواف ونفوتو على الكاوكاو المحمص والمرحي ونزيد له غير شويه فوغاج في الوسط. وهكا صابلي الزمن الجميل راهو واجد. خبيه للعيد الكبير ولا ما مديريه لضيافك. وهذا ما كان.